دكتور خالد. اهلا بيك. عمرو وحشنا جدا. استاذ رانيا اهلا بيكم. دكتور خالد، انا من الناس اللي قابلتهم في مسيره من المسيرات وقلت لك نفسي ابني زياد يبقى زيك. ربنا يخليك. انا من اللي نزلت في 25 يناير واتمرمطنا في كل الاوقات وكل المسيرات وكل الانتخابات، وانا مش نازله، انا مقاطعه مقموصه حزينه، علشان انا في الاخر حاسه بصراحه ان اتضحك عليا، عشان كان عشمي كبير قوي، بس انا عشمه ربنا لسه كبير. لما ان شاء الله عشمه ربنا يتحقق يبقى ان شاء الله هنزل الانتخابات اللي بعد 5 سنين. نتناقش تسمحي لي؟ طبعا اتفضل. ليه مش نازله؟ ليه مش نازله؟ لان انا محبطه. انا انتخبت السيسي وانا مبسوطه جدا، وابني دلوقتي اللي هو زياد اللي قلت له نفسي يبقى زيك، لما نزل انتخب السيسي قال لي كنت حاسس ان انا بنتخب ابويا، وده حقيقي برغم ان هو صغير المفروض مش مبدأ بابا ولا ماما في الحاجات اللي الجيل الجديد، بس لما نزلنا وكان عندنا طموح وكان عندنا امل، الحقيقه انا ما شفتش كده. يا عمرو احنا بنسمعك من زمان جدا، سنين السنين، ومن واحد يعني بيقعد يعني يشوف منك اخبار البلد كلها ودماغك منك انت يعني. معلش كل القنوات وكل الناس وكل الصحفيين واحنا كبشر احنا بنفهم برضه مش اغبياء. هو انا المؤتمر الاقتصادي اللي حلمت بيه ده خدت ايه منه؟ خدت حلم عريض طويل عريض. قناه السويس اللي فرحنا وانبسطنا بيها خدنا منها ايه؟ معلش الدكتور محمود عماره اللي عمال ينبح في حسه وفي كل القنوات عمال يعزف على الربابه ويقول يا ريس اسمعني، الريس كان سمعه في ايه؟ حمله محافظه اسكندريه اللي بيشتموا في محافظه اسكندريه عملوا له ايه؟ خلى المحافظ وعمالين يشكروا فيه اكتر. معلش احنا بنضحك على نفسنا، المجلس مش محتاجني، المجلس في الاخر هيسن قوانين عشان يظبط الرئيس ويخليه بدل فتره رئاسيه واحده فترتين يشبع بيها، بس افكره بحسني مبارك وافكره بالسادات من قبل كده يشبع بيها. بس انا عايزه اقول له من قنواتكم انتوا ان انت كبستنا كلنا واننا كلنا حزانه قوي وموجوعين قوي وما كناش نتخيل منك كده. كنت انت الامل اللي احنا عايشين عليه، كنت انت الامل اني ما احلمش ان ابني يسافر بره مصر ويهاجر، كنت انت الامل اني اموت في الارض دي، لكن انا هموت بنقطتي لا اكتر ولا اقل. نتناقش في ايه؟ هو انا عارفه مين اللي جاي؟ انا مش فارق معايا النور ايه واخوان ايه وهبل ايه، هم دول فزاعه، دول اتمشوا في سنه، نفخنا فيهم في سنه، ما كانش عندهم اصلا دوله حوالين منهم بتسندهم. مين النور اللي كنا احنا خايفين منهم والفزاعه الهبله اللي احنا بنقولها دي؟ مين اللي انتوا بتخوفوهم منهم؟ اخوان ونور دول هبل، احنا بنخاف منهم الحزب الوطني قعدوا على قلبنا 30 سنه. انا في يوم من الايام دعيت ربنا قلت يا رب هي مصر تستاهل ان جمال يجي يحكم البلد، وندامت الثوره وفرحنا والامال العريضه والعيال يا عيني اللي ماتوا. حصل ايه لما العيال ماتت واتيتمت؟ ايه اللي حصل؟ بقينا في الاخر عملاء وثوره زي الزفت وثوره ملهاش معنى. مش هو ده اللي حصل؟ ولا انا بقول كلام تاني؟ ولا انتوا مش من البلد دي؟ انتوا عايزين تنزلوا انزلوا اهلا بيكم، لكن احنا مش هنقدر ننزل خلاص. شكرا لحضرتك فندم. زي ما قلت لحضراتكم مقاطع انك ما تنزلش ده موقف ليك وانت حر فيه برضه، بس انا بقول حاجه، لو هي زي ما قالت ست ام زياد الروح بلغت الحلقوم وعندها احباط من الرئيس السيسي، شوف انا بتكلم اهو بصراحه، هي كمان اتكلمت بصراحه. هي قالتها قبليك يعني. لا انا بقول لك بنعيد تاني اهو بنقول طيب هنغير الوضع ده ازاي؟ هي الآلية بتاعت التغيير في اي ديمقراطيه في الدنيا هي البرلمان. لو كل واحد فينا هيسيب البرلمان ده يتعمل على مزاج حد عمرنا ما هنغير. طب هل لسه في آلية في الميدان؟ صعب شويه لسه، يعني ما اظنش ان دي حاجه هنعملها ثالث او رابع لان هي هتبقى خرابه. انما القضيه الآلية في البرلمان مش في الميدان.